حبيبي طالب تانية اعدادي، خلاص فاضل على الامتحان ايام وانت لسه قاعد ومكبر دماغك. يلا بينا ان شاء الله مع بعض هنشرح امتحان شامل متكامل فيه اهم الافكار بتاعة المنهج كلها. هنظبط المنهج، هنشرح فكرة فكرة، هنشرح بالتفصيل، هنخليك ان شاء الله بعد الامتحان ده تجمع الدنيا كلها ايه في دماغك، وان شاء الله هنلم الدنيا كلها وهنخليك حديد. ان شاء الله المنهج بعد الحصة دي هتطلع من الامتحان فاكر كل كلمة. يلا بينا بسم الله. بص يا صديقي، امتحانك هيجيلك السؤال الأول أو المجموعة الأولى 9 نقاط اختر، والمجموعة التانية فيها 7 مسائل مقالي، بقى جبر على هندسة على إحصاء، وربنا معاكم. ورقة وقلم، كوباية الشاي، ويلا بينا مع بعض كده نحل امتحان شامل على كل المنهج، جبر وإحصاء وهندسة كمان. بيقول لي السؤال الأول، أولا اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. مربع طول ضلعه 2 جذر 5. مربع طول ضلعه إيه؟ 2 جذر 5. فإن مساحته بكام؟ طبعا أخدنا في سنة أولى إعدادي إن مساحة المربع بيساوي طول الضلع في نفسه. فأنا عندي طول الضلع بكام؟ بده 2 جذر 5. عايز أجيب المساحة، فهضرب 2 جذر 5 في نفسها، أو 2 جذر 5 أس إيه؟ 2. وخد بالك بقى وانت بتعمل دي على الآلة لازم تفتح قوس وتكتب 2 جذر 5 وترجع بالسهم خطوة لورا وتقفل الأقواس، وبعد ما تقفل القوس تعمل أس 2. هيطلع معاك كام؟ 4 في 5 ب20. هيطلع الناتج 20، ولكن لو ما عملتش الأقواس هتطلع ب10 غلط، خلي بالك. السؤال الثاني بيقول لي إذا كان إكس ناقص 4 هي أحد عاملي ثلاثية الحدود ده 5x أس 2 ناقص 5x ناقص 12. فما العامل الآخر؟ يعني بيقول لك إيه؟ x ناقص 4 دي أحد عوامل ثلاثية الحدود ده. يعني دي مسألة حلها عادي خالص، هيطلع الناتج عبارة عن عاملين. ده العامل الأول، يا ترى فين العامل الثاني؟ ألف ولا بي ولا سي ولا دي؟ قلت له لا بص خد بالك، أنا مش هينفع معايا النظام ده. إيه المسألة بتقول إيه؟ أهي خد بالك معايا، 2x ناقص 2، 2x تربيع ناقص 5x ناقص 12 اهي. تعال نكتبها هنا على جنب كده. 2 اهي، 2x أس 2 ناقص 5x ناقص 12. المسألة دي هتحلها عادي خالص، هيطلع لك في الآخر عاملان. هو اداك واحد يقول لك هات التاني، قلت له بص بقول لك ايه، سيبك من الاختيارات. ايه رأيك؟ المقدار ده مقدار ثلاثي بسيط ولا غير بسيط ولا مربع كامل ولا فرق بين مربعين ولا مجموع مكعبين؟ هنا لقيت قدام x أس 2 ايه؟ عدد اللي هو 2، فده مقدار ثلاثي غير بسيط. ده مقدار ثلاثي غير بسيط، فانا هحوله الى مقدار ثلاثي ايه؟ بسيط. همسك العدد الاول ده اضربه في الاخير، يعني 2 في 12 يبقى x تربيع ناقص 5x ناقص 2 في 12 بكام؟ ب24. كده حولناه من مقدار ثلاثي غير بسيط إلى مقدار ثلاثي إيه؟ بسيط. يلا بينا نحل بقى مقدار ثلاثي بسيط. هفتح قوسين وقوسين، x أس 2 x في x. طب إشارة الأخير إيه؟ سالب. بص يا حبيب قلبي، مفيش حاجة اسمها في الدنيا واحدة موجب واحدة سالب. الكلام ده وانت بتبيع عند عربية الطماطم كده واحدة وواحدة هدية، مفيش حاجة اسمها كده في الرياضة. انت مشكلتك الاشارات واحده موجب واحده سالب. لا بابا بص صلي على النبي، لو كان اشاره الاخير موجب يبقى الاثنين شبه الاوسط. طب لو كان الاخير سالب يبقى الكبير ياخد زي الاوسط والصغير ايه؟ عكسه. هنا اشاره الاخير ايه؟ سالب بس، يبقى ادور على عددين حاصل ضربهم 24 وطرحهم 5. كام في كام يدينا 24؟ عندي 1 في 24 و2 في 12 و3 في 8 و4 في 6. مين في دول يا أولاد طرحهم 5؟ 3 في 4. برافو عليك. يلا بقى خلي بالك بقى الغلطة بتاعتك اهي، الشرط الأخير ايه؟ سالب، يبقى الكبير ياخد زي الأوسط.
وتصلي على النبي. الكبير ياخد زي الاوسط. طب والصغير عكسه. عكس السالب ايه؟ موجب. طيب يبقى احنا كده اول حاجه حولنا الغير بسيط الى بسيط. تاني خطوه هنحله عادي خالص. تالت خطوه بقى اوعى تنساها، زي ما ضربت في الاول في 2 هترجع هنا تقسم على الاتنين وهنا تقسم على الاتنين. واسال نفسك سؤال، هي التلاتة دي تقبل قسمة على الاتنين؟ لا. فهكتب الاتنين دي قدام الاكس. ويلا بينا نكمل. 8 على الاتنين فيها الايه؟ الاربعة. يبقى المسألة دي يا اولاد اللي هي مقدار ثلاثي غير بسيط، حللتها طلع الناتج بتاعها عبارة عن حاصل ضرب العاملين. ده العامل الاول وده العامل الايه؟ التاني. هو بقى هنا اداني ايه في الاختيارات؟ اداني في الاختيارات اكس ناقص 4. يبقى فين العامل الاخر؟ هو اداني في الاختيارات ده موجود. يبقى فين اللي هو عايزه؟ اللي هو ايه؟ 2 اكس زائد ايه؟ 2 اكس زائد 3. طب هل 2 اكس زائد 3 ده بقى اللي هو العامل الاخر هل موجود في الاختيارات؟ 2 اكس زائد 3 اهو. طب مش موجود في الاختيارات يبقى حلك غلط. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ اي من الاعداد الاتيه يمكن ان يكون اطوال اضلاع مثلث قائم الزاويه؟ هنا بيسال مثلث قائم الايه؟ الزاويه. بص يا حبيب قلبي، عارفين متباين فيثاغورس؟ اول ما يقول لي اثبت ان هو مثلث قائم او حاد او منفرج، اول ما تسمع كلمه اوجد نوع المثلث هنربع الثلاث اضلاع ونعمل مقارنه. لو اكبر ضلع تربيع بيساوي مجموع الضلعين التانيين تربيع يبقى المثلث ده نوعه ايه؟ قائم. طب لو اكبر منهم يبقى منفرج، اصغر منهم يبقى ايه؟ حاد. يلا بينا نربع. بسم الله. ربع الاول ده 49 وده 49 وده 16. اكبر واحد فيهم مين؟ ده. هل ده بيساوي مجموع الاتنين دول؟ لا، يبقى ده مش قائم. طب يلا نربع ده. ربع الخمسة يبقى 25. ربع الستة 36. ربع السبعة 49. هل اكبر واحد تربيع يا اولاد بيساوي مجموع الاتنين دول؟ لا مستر، ده اصغر منهم. يبقى حاد. خد بالك، لو اكبر منهم يبقى منفرج، اصغر منهم يبقى حاد. هنا ده اصغر منهم يبقى حاد، ده حاد. طب تعال نربع ده. ربع ال 12 144. ربع الخمسة 25. طب ربع ال 13 169. اجمع دول كده 169. هنا اكبر واحد تربيع طلع بيساوي مجموع الاتنين تربيع. يبقى فين القائم؟ اللي هو ده قائم الزاوية. خدت بال سعادتك؟ طيب يلا بينا ثانيا. خد بالك ممكن يجي لك شكل الامتحان 9 اختر المجموعة الأولى، المجموعة الثانية 7 مقالي. أو ممكن يجي لك في الإدارة حسب بقى الإدارة اللي أنت فيها. ممكن يجي لك مثلا السؤال الأول 3 اختر 1 مقالي، 3 اختر 1 مقالي، 3 اختر 1 مقالي. ينوع كده عشان ما يقولكش ال9 اختر ورا بعض. أيا ما يكن شكل السؤال احنا بنتعامل مع السؤال ونقراه كويس. أهم خطوة في السؤال اللي انت تقرا السؤال بتركيز. بص يا حبيب قلبي يا غالي، فهم السؤال 3/4 الإجابة. فانت أهم حاجة تقرا السؤال بتركيز وتفكر في السؤال قبل ما تحله. يلا بينا بسم الله. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي في الشكل المقابل اوجد قيمة اكس. عندي ال AB بيساوي ال AC، ده مثلث متساوي الساقين. وعندي مثلث جوه برضه متساوي الساقين. بيقول لي اوجد قيمة اكس. بص يا حبيب قلبي يا غالي، حل الهندسة موجود في رأس السؤال. انت هتعمل ايه بقى؟ كل معلومة تلاقيها في السؤال اكتبها واكتب جنبها بما ان، وحاول تستفاد منها حاجة. يبقى كل معلومة استفاد منها حاجة هتوصل للإجابة. وعلى فكرة الإجابة موجودة في السؤال، بس انت حبيب قلبي أيوة انت مش بتقرأ السؤال. دي مشكلتك اللي انت بتقرأ المطلوب وتقعد تحل ويطلع نص حلك غلط. لكن اقرأ السؤال واقرأ السؤال بتركيز
وكل معلومة في السؤال استفاد منها حاجة، هتكتب أحلى برهان. يلا بينا بسم الله تعال نشوف. دلوقتي في المثلث الكبير ABC، إيه المعلومة اللي عندك؟ بما أن AB بيساوي AC، أنا كطالب لو عندي مثلث متساوي ساقين أنا أستفاد إيه؟ هستفاد إن زاويتين القاعدة مالهم قد بعض، إن قياس زاوية القاعدة B هتساوي قياس زاوية القاعدة ايه؟ C. يبقى زاوية القاعدة B هتساوي زاوية القاعدة C. طب بكام الواحدة؟ هقول له اهو 180 ناقص زاوية الرأس اللي هي ايه؟ 50، واللي يطلع اقسمه عليهم هما الاثنين. يبقى لو عندك مثلث متساوي الساقين AB بيساوي AC، فين الزاوية اللي اتكررت مرتين؟ الA، يبقى دي اسمها زاوية الرأس. خلي بالك بقى، مش لازم الرأس تبقى من فوق، ما انت راسك اهي من فوق، بس وانت نايم مش تبقى راسك من فوق، مش تبقى نايم عامل كده، تبقى راسك كده. اصحى معايا ما تنامش. يبقى الرأس فين؟ اهي دي زاوية الرأس، دي زاوية الرأس. امال دول زوايا ايه؟ قاعدة. لو عايز اجيب زاوية القاعدة في المثلث المساوي الساقين هقول له 180 ناقص زاوية الرأس على 2. 180 ناقص 50 130 على 2 فيها الخمسة وايه؟ و60. يبقى الزاوية دي كلها بكام؟ ب65. دي كلها كده ب65. ايوه مستر بس انا عايز اجيب اكس. ايوه دي كلها ب65، يبقى الزاوية 1 والزاوية 2 مجموعهم كام؟ 65. انا لو عرفت اجيب الزاوية 2 هطرحها من ال65 اجيب قيمة اكس. طب يا مستر اجيب منين الزاوية 2؟ مين المعلومة اللي في السؤال؟ ما انا قلت لك الحل موجود في السؤال بس انت مش مقتنع. شايفين المثلث الصغير ده اللي فيه زاوية بكام؟ ب90. ده مثلث برضو متساوي الساقين، يعني انت عندك الدي بي بتساوي الدي سي، ده مثلث متساوي الساقين. يبقى زاويتين القاعدة 2 و3 مالهم قد بعض، يبقى قياس زاوية القاعدة 2 اللي هي اسمها ايه 2 دي بي سي. زاوية القاعدة 2 هتساوي زاوية القاعدة 3 اللي هي اسمها ايه دي سي بي. يبقى زاوية القاعدة 2 هتساوي زاوية القاعدة ايه 3. طب يا مستر عرفت منين زاوية القاعدة؟ بص يا حبيبي، مش الدي بي بيساوي الدي سي؟ فين الزاوية اللي اتكررت مرتين؟ الدي، تبقى دي زاوية الرأس، دي زاوية الايه الرأس. امال دول زوايا ايه؟ القاعدة. طب ازاي اجيب بقى زوايا القاعدة؟ سهلة بقى، لسه قايلين عليها. هنقول له ايه 180 ناقص زاوية الرأس امه كام؟ 90، بدل عامل لي مربع هنا تبقى 90 على الاثنين تطلع الواحدة بكام؟ 45. خدت بالك؟ يبقى الزاوية 2 اللي جوه دي بكام؟ هقولها لك اهو بلون تاني. الزاوية 2 اللي جوه بكام دي؟ ب 45، ودي كلها كانت ب 65. اطرح ال 45 من 65 هتجيب قيمة ايه؟ اكس. يبقى لو انا عايز اجيب اكس هقول له بص 65 اطرح منهم 45 تطلع الاكس بكام؟ ب 20 درجة. خدت بالك؟ يبقى انا طلعت الاجابة منين؟ من السؤال. قال لي ده مثلث متساوي الساقين، قلت له يبقى زاوية بي بتساوي زاوية سي. طب اجيبها منين؟ اقول له 180 ناقص زاوية الرأس على 2 طلعت ب 65، يبقى دي كلها ب 65. طب انا عايز اجيب الحتة اللي جوه دي، اجيبها ازاي؟ لقيت ان جوه كمان مثلث متساوي الساقين، معلومة موجودة في السؤال استفاد منها حاجة. بما ان المثلث ده متساوي الساقين اذا زاويتين القاعدة مالهم قد بعض، يعني زاوية 2 بتساوي زاوية ايه 3. طب ازاي اجيب زاويه القاعده؟ ما احنا لسه قايلينها. هقول له 180 ناقص زاويه الراس واللي يطلع اقسمه عليهم هما الايه الاثنين، طلعت بكام؟ 45. يبقى الحته الصغيره اللي جوه دي ب 45، شيل ال 45 من 65 يتبقى لك كام؟ 20. يبقى اكس بكام؟ ب 20. يلا بينا نشوف المساله اللي بعد كده. السؤال الثاني بيقول لي اولا اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. اكس بجذر 2 والواي بجذر ايه 6. فما قيمة واي أس 6 في إكس أس سالب 4 على إكس أس 2؟ قلت له لأ بالراحة كده، أنا ممكن أبسطها أكتر. إزاي؟ آدي واي أس 6 هنا إكس أس سالب 4 على إكس أس 2، هنا الأساس شبه الأساس. عند قسمة الأساسات المتشابهة بنعمل إيه؟ بننزل الأساس ونطرح الأسس.
يعني سالب 4 ناقص مين؟ 2. يبقى هيطلع لي ايه بقى يا اولاد؟ بص، واي اس 6 في اكس اس كام؟ سالب 4 وسالب 2 سالب 6. كده انا بسطتها. يلا بينا نعوض بقى عن كل اكس بجذر 2 وعن كل واي بجذر 6. بص هتطلع بكام بقى؟ ادي الواي اهي، هشيلها واكتب مكانها ايه؟ جذر 6. شو بيقول لك هنا الواي بجذر 6، يبقى شيل الواي واكتب مكانها جذر 6 اس 6 في اكس اللي هي بكام؟ بجذر 2 اس سالب 6. ويلا بينا نطلع الناتج اهو. افتح قوس جذر 6 اس 6 في جذر 2 اس سالب 6. هتطلع بكام؟ ب 27. يبقى الناتج هيطلع معايا بكام؟ ب 27. وبص بقى في الاختيارات، هل في 27؟ طب لو ما فيش 27 يبقى حلك ايه؟ غلط. يبقى خد بالك حبيبي، ما تبصش على الاختيارات الاول، انت بص على السؤال وافهمه بعد كده حله، وبعد ما تحله بص على الاختيارات. بيقول لي اكس اس 2 ناقص اي اكس زائد بي اكس ناقص اي بي بيساوي نقط. يا ترى بيساوي ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ قلت له لا، حادي بادي كرنب زبادي، مع احترامي للمدرسين الانجليزي، حادي بادي كرنب زبادي ده في الانجليزي، لكن في الرياضه مفيش حادي بادي. يلا بينا نحل المساله دي. بص يا بابا، هنا بيقول لي ايه؟ اكس تربيع. كام حد دول؟ 1 2 3 ايه؟ 4. 4. يبقى ده التحليل بالتقسيم، هنقسمه 2 و2 او 3 وايه؟ 1. بقسمه 2 و2. ادي هقسم الاثنين دولت لوحديهم والاثنين دول ايه؟ لوحديهم. يعني اهو اكس تربيع ناقص اي اكس، وهنا زائد بي اكس ناقص اي بي. بص يا حبيب قلبي يا غالي، انا هقسمهم 2 و2، اكن دي مساله لوحديها ودي مساله لوحديها. هبص بقى على المساله الاولانيه. اول حاجه هاخد العامل المشترك الاكبر للاعداد والرموز. هل هنا في عدد؟ لا الحمد لله. طب هل في رمز متكرر هنا وهنا؟ اللي هو مين؟ اكس. هاخد الاكس بره عامل مشترك وافتح قوسين واقسم عليه. لما اقسم اكس اس 2 على الاكس فيها الاكس، ما عند قسمة الاساسات المتشابهه بنعمل ايه؟ بننزل الاساس ونطرح الاسس. ناقص الاي اكس على الاكس، الاكس طارت مع الاكس اتبقى لنا الاي، زائد. يلا نخش بقى على المساله الثانيه. فين الرمز اللي متكرر هنا؟ البي، وافتح قوسين واقسم عليه. لما اقسم ده على البي، يلا بينا اقسم ده على البي اتبقى لنا ايه؟ اكس ناقص. لما اقسم ده على البي، البي طارت مع البي اتبقى لنا ايه؟ عايز تتاكد ان انت ماشي صح؟ هتلاقي ان في قوس مشترك بين ده وبين ده. هل في قوس مشترك بين ده وبين ده؟ يا مستر، ايه اكس ناقص ايه؟ هاخده بره عامل ايه؟ مشترك، وافتح قوسين واقسم عليه. يلا بينا نقسم الحد الاولاني ده كله على المشترك. ده طار مع ده يتبقى لنا مين؟ اكس، زائد هقسم ده كله على المشترك. القوس ده طار مع اللي شبهه يتبقى لنا مين؟ بي. يبقى اذا المقدار ده يا اولاد لما حللناه طلع الناتج النهائي عباره عن اكس ناقص ايه في اكس زائد بي. يلا نبص على الاختيارات. هل في الاختيارات اكس ناقص ايه في اكس زائد بي؟ اكس ناقص ايه في اكس زائد بي، اكس ناقص ايه في اكس. اهوت. امسك حرامي، لقيناه اهو الحمد لله. لكن هتبص حادي بادي كرنب زبادي، ممكن تيجي وممكن ما تجيش. فاحنا بلاش ايه حادي بادي، الله يكرمكم ونذاكر وان شاء الله ربنا هيكرمنا. هنا بيقول لي رقم 3 في الشكل المقابل ده اوجد قيمة اكس. عايز اجيب قيمة اكس. فين اكس؟ اهي. ايه المعلومات اللي عندك؟ عندك ده عمودي يعني دي زاوية قايمة، ودي ب6، وده كله ب12 من اوله لاخره. ده كده من اوله لاخره كده ده بكام؟ ب12.
انا عشان اجيب اكس يا اولاد في المثلث الشمال ده، المثلث ده، انا عشان اجيب اكس دي زاويه قايمه، ده وتر صح؟ هقول له ايه بقى عشان اجيب الوتر؟ نظريه فيثاغورس، ربعهم واجمعهم والناتج هات جذره. طب انا عندي ده ب6، الحته سي دي عندك؟ لا مش عندي. عارف لو عندك كنت هقول له ربعهم واجمعهم والناتج هات ايه؟ جذره. بس الحته سي دي مش عندي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بس انا عندي دي كلها ب12، فانا هروح اجيب الحته دي، ولما اجيبها بالسلامه، لما اجيبها بالسلامه هطرحها من ال12 يتبقى لي الحته سي ايه؟ دي، فاجيب اكس. طب اجيبك منين يا بطه؟ اجيبك منين يا بطه؟ قالت لي من المعلومات اللي موجوده في السؤال. ما انا بديك معلومات في السؤال عشان تيجي حل بيها. يلا بينا. شايفين المثلث اي دي بي؟ في المثلث اي دي بي انا عندي دي زاويه قايمه ب90 اهي، عايز اجيب الدي بي. الدي بي ده عباره عن ضلع ولا وتر؟ ضلع. ازاي اجيب ضلع؟ اقول له ربعهم واطرحهم والناتج هات جذره. يعني الدي بي تربيع هيساوي 10 تربيع ناقص كام؟ 6 تربيع. هقول له اهو ربعهم واطرحهم والناتج هات جذره ب64. طب لو عايز اجيب الدي بي بس هجيب جذر ال64 كام؟ 8 سم. يبقى الحته دي بكام؟ ب8. طب ما انا عندي ده كله ب12، اطرح بقى 8 من 12 تبقى لك دي بكام؟ ب4. وهنا بقى هنرجع للمثلث الاخضر بتاعنا، لو عايز اجيب الوتر هقول له ربعهم واجمعهم والناتج هات جذره. يعني هنا خد بالك الاكس تربيع هتساوي، هربع بقى ال6 والايه؟ وال4. 6 تربيع زائد 4 تربيع. 6 تربيع ب36 و4 تربيع ب16. 36 و16 يبقى ده 36 اهو، 36 زائد 16 52. اكس تربيع بكام؟ ب52. لو عايز اجيب اكس بس هجيب جذر ال 52. طب مين في دول يديني جذر 52؟ اعمل على الآلة كده جذر 52 يعني 4 في 13 يبقى 2 جذر 13. يبقى انت لو عايز تجيب الضلع ده وتر هتقول له ربعهم واجمعهم والناتج هات جذره، بس انت ما كانش عندك دي، فلازم الاول تروح تجيب الضلع ايه؟ ده. اجيب ده منين؟ من هنا، ربعهم واجمعهم والناتج هات، ربعهم واطرحهم والناتج هات ايه؟ جذره. جبت ده ب8، طرحت ال8 من ال12 يتبقى لي دي بكام؟ ب4، فجبت ايه؟ اكس. يلا نخش على السؤال اللي بعد كده. ثانيا، اوجد في ابسط صوره الجذر التكعيبي ل 250 زائد 4 في جذر التكعيب الربع ناقص جذر 2 تكعيب. بص يا حبيب قلبي، اول ما اقول لي اختصر لابسط صوره، المساله دي بتاعه الهامش، كنا بنعمل هامش، ما ينفعش تعملها بالاله. هنا الجذر التكعيبي ل 250 هدور على عددين حاصل ضربهم 250 بشرط واحد منهم يكون لي جذر ايه؟ تكعيبي. اهو بص يا حبيب قلبي، هعمل كده هامش على جنب واقول له يا هامش 2 في كام؟ يديني 250. لو مش عارف، اوبا القلم وقع، هقسم 250 على الاثنين فيها كام؟ 125، واسال نفسي سؤال، هل في عدد من دول لجذر تكعيبي؟ 125. يبقى ال 250 دي يا اولاد هتتحل ازاي؟ اهي 2 في 125 زائد 4 في الجذر التكعيبي الربع. هنا بقى نقف وقفه مع بعض. تحت الجذر كسر، لما يكون تحت الجذر كسر ده جذر تكعيبي، هعمل ايه؟ همسك اللي بره اضربه في نفسه 4 مرات. همسك العدد اللي بره اضربه في نفسه ايه؟ 4 مرات. 4 في 4 في 4 ب 64. ال 64 اللي طلعت لي دي بقى يا اولاد هضربها في الكسر اللي تحت الجذر. يبقى انا همسك العدد اللي بره اضربه في نفسه كام مره؟ 3 مرات. ليه يا مستر؟ عشان ده جذر تكعيبي. طب لو كان جذر تربيعي كنت هضربه مرتين بس. ناقص دي كده في ابسط ايه؟ صوره. يلا نبسط اكتر. مين في دول لي جذر؟ ال 125 جذرها كام؟ 5. ومين وحش ملوش جذر؟
الاتنين تفضل وحشة تحت الجذر زائد 64 في ربع ب16 ناقص جذر 2 تكعيب. كده في أبسط إيه صورة. طب إيه ده يا مستر؟ ده لسه فيها اختصار تاني. لسه فيها اختصار تاني. يلا بينا. أدي 5 جذر 2 تكعيب ناقص ولا زائد ال16 دي بقى هدور على عددين حاصل ضربهم 16، واحد منهم ليه جذر تكعيبي. كام في كام؟ هروح للهامش اهو. 2 في كام يديني 16؟ 2 في كام يديني 16؟ 2 في كام يديني 16؟ مش عارف. هقسم 16 على الاتنين فيها الايه؟ 8. يبقى 2 في 8 يديني 16. هل في واحد من دول لجذر تكعيبي؟ 8. يبقى ال 16 دي يا شباب عبارة عن كام؟ 2 في 8 ناقص جذر 2. يلا بينا. ادي 5 جذر 2 تكعيب زائد مين في دول لجذر ال8 جذرها كام؟ 2. يبقى 2 جذر 2 تكعيب ناقص جذر 2 تكعيب. يبقى 16 2 في 8. مين في دول لجذر ال8 جذرها كام؟ 2. ومين وحش ملوش جذر الاتنين دي تفضل تحت الجذر. يلا نطلع الناتج النهائي. 5 زائد 3 7. 7 ناقص 1 6. جذر 2 ايه؟ تكعيب تنزل زي ما هي. ده كده الناتج الايه؟ النهائي. طبعا حبيب قلبي يا غالي ما ينفعش تمسك الآلة وتعملها كلها مرة واحدة على الآلة وتطلع الناتج. هتنقص كتير. بيقول لي السؤال الثالث. أولا اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت كثيرة الحدود x أس 2 ناقص 20 x زائد k مربعا كاملا، فإن k بكام؟ يعني ده مقدار ثلاثي مربع إيه؟ كامل. لو ده مقدار ثلاثي مربع كامل وعايز أجيب الحد الأوسط، هقول له موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول جذر الحد الثالث. طب لو عايز أجيب بقى الحد الثالث اللي هي الكي دي في الحد الثالث، كان ليها قانون. الحد الثالث بيساوي الحد الأوسط أس 2. الحد الإيه؟ الأوسط أس 2 على 4 في الحد الأول. تمام؟ يبقى هيساوي الحد الأوسط أس 2. الحد الأوسط هنا بكام؟ بسالب 20 إكس أس 2 على 4 في الحد الأول. فين الحد الأول؟ أهو اللي هو إكس أس 2. تمام؟ خد بالك حبيب قلبي يا غالي بقى. أي عدد سالب تيجي تربعه هتطلع إشارته موجب. 20 تربيع ب 400 إكس أس 2 على 4 إكس أس 2. طبعا إكس أس 2 طارت مع إكس أس 2. 400 على 4 فيها الإيه؟ ال100. ولازم الحد التالت يطلع عدد موجب وليه جذر. طب في 100 هنا، تعال نشوف. 100 اهي. يبقى بلاش حادي بادي كرنب زبادي عشان هتطلع معاك غلط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كان مجموع اف اللي هو التكرار ب5 ومجموع اف في اكس بيساوي 80 فإن الوسط الحسابي. الوسط الحسابي هنا كان بيساوي ايه القانون بتاعه؟ مجموع اف في اكس على مجموع ايه؟ اف. طيب هنا مجموع اف في اكس بكام؟ ب80 على مجموع اف اللي هي بكام؟ ب5. يبقى هقسم 80 على الايه؟ على ال5. فيها كام؟ فيها 16. تعال نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ اذا كانت بي تنتمي الى محور AC. يعني النقطة بي تنتمي الى محور AC. بص يا حبيب قلبي، عايزك تتقمص دور المدرس يعني ايه؟ وتشرح لنفسك. البي اهي تنتمي لمحور AC. يعني لو عندي قطعة مستقيمة كده اسمها AC. البي تنتمي للمحور. فين المحور؟ اهو ده محور التماثل. محور تماثل قطعة مستقيمة هو المستقيم العمود عليها من منتصفها، عمود عليها من نصها. قلت له تمام. قال لي النقطة بقى اسمها ايه؟ بي. بي. مالها بي بقى؟
قال لي بي تنتمي لمحور التماثل. قلت له اي نقطه تنتمي لمحور التماثل بتكون على بعدين متساويين من طرفيها. يعني بعد البي عن الطرف A قد البعد البي عن الطرف C. يعني بي A هيساوي بي سي. هنا بقى بيقول لي ايه؟ لو قلنا البي A ناقص بي سي لو طرحناهم من بعض، ايه ده هم قد بعض، عندك عددين قد بعض، لو طرحتهم من بعض يديك كام؟ 0. يبقى الإجابة ايه؟ 0. تمام؟ ثانيا بيقول لي حلل كل مما يأتي تحليلا كاملا. ك تربيع ناقص 6 اكس ناقص 16. أول حاجة حبيب قلبي بسم الله كده هتتأكد إن الرموز مترتبة من الكبير للصغير. تاني حاجة هتاخد العامل المشترك الأكبر للأعداد والرموز. هل هنا في عدد؟ لا الحمد لله. طب للرموز هل في رمز متكرر في كل المسألة بلا استثناء؟ لا الحمد لله. يلا بينا نحلل. استنى تستعجلش. هتفكر كده لمدة 3 ثواني. هو ده نوع ده المسألة دي تبع أنه نوع من التحليل؟ بسيط ولا غير بسيط ولا مربع كامل ولا ايه بالظبط؟ لو عرفت هي تبع انه نوع هتعرف تتعامل. هنا الكي اس 2 المعامل بتاعها بكام؟ ب1. يبقى ده كده مقدار ثلاثي ايه؟ بسيط. يبقى هقول له بس هفتح قوسين وقوسين. الكي تربيع كي في كي. هنا شرط الاخير ايه؟ سالب. هدور على عددين حاصل ضربهم الاخير. يعني 1 في 16 و2 في 8 و4 في 4، بس بشرط يا مستر يكون طرحهم الاوسط اللي هو كام؟ 6. مين في دول طرحهم 6؟ 2 في 8. ادي 2 في 8. ابوس ايدك، هات ايدك ابوسها. اوعى تقول لي واحده موجب واحده سالب. انت طالع اللي مشغل انت الفيديو على سرعه 2. اوعى تقول لي ايوه سامعك انت. ايوه انت ركز معايا كده بالراحه. اشاره الاخير ايه؟ سالب. اوعى تقول لي واحده موجب واحده سالب اللي احذفك بالقلم ده في وشك. لو الاخير سالب الكبير ياخد زي الاوسط. فين الكبير؟ اهو ياخد زي الاوسط هو ورزقه. وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصغير عكسه. فين الصغير؟ اهو عكس السالب ايه؟ موجب. بالله عليك ما تستعجلش في الحته دي عشان ما تضيعش منك الدرجه. يلا بينا نخش مساله اللي بعد كده. ربع بي اس 2 ناقص 9. اول حاجه نتاكد الرموز مترتبه، مفيش عامل مشترك للعدد والرموز. بعد كده نشوف ده تبع انه نوع. ده ليه جذر وده ليه جذر تربيع وفي النص ناقص. يبقى ده نوع ايه؟ اسمه فرق بين مربعين. فرق بين ايه؟ مربعين. هتحلله ازاي ده؟ هفتح قوسين وقوسين. ربع جذرها كام؟ نص. تخيل الربع جذرها كام؟ نص. يعني نص في نص يديك ايه؟ ربع. شفت الدنيا؟ والله العظيم يصدق نص في نص يديك ربع. ليه يا بيستر نص في نص يديك ربع؟ تعالى اقول لك يا حبيبي. نص في نص هضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يبقى نص النص. يعني انت نص كيلو رز نصه كام؟ نص النص ربع. يبقى نص في نص بكام؟ بربع. اصل في حد يقول لك نص في نص ب1. المهم يبقى الربع جذرها كام؟ نص في نص. والبي تربيع بي في بي. يبقى ربع بي تربيع ربع بي نص بي في نص بي. طب والتسعة جذرها كام؟ 3 في 3. والإشارات واحدة موجب واحدة إيه؟ سالب. شكرا. يلا نخش على المسألة اللي بعد كده. السؤال الرابع بيقول لي أولا في الشكل المقابل اوجد مع البرهان طول اي اف. ليه قال لي بقى مع البرهان؟ عشان في عيال بتخم. في عيال بتخم وعبقرية ما شاء الله. في عيال شاطرة فبيحل المسألة كده على طول بالذكاء، فبيطلع الإجابة من غير ما يا أولاد ما يعمل خطوات. لكن إحنا عايزين نحل بالخطوات. يقول لي اوجد مع البرهان طول اي اف. عايز أجيب طول مين؟ اي اف. فين اي اف دي؟ أهي اي اف. أجيب دي منين يا أولاد؟ بص يا حبيب قلبي صدقني من أخوك، المعلومات اللي في السؤال هتوصلك للإجابة. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنقسم الصفحة. هو طبعا هديك السؤال ومكان اهو للإجابة.
انت ما شاء الله عبقري وبتحب تكتب كتير، فده مش هتقضي، فهتقسم الصفحه كده 2. بقى عندك كام صفحه؟ صفحتين. اكتب الصفحه دي، خلصتها خش على الصفحه ايه دي، وربنا يقدرك على فعل الخير. دلوقتي انا مستر امتى اجيب ده؟ لو ده قطعه مستقيمه مرسومه بين منتصفين طولها بيساوي نص الضلع الايه الثالث. بس انا دي مش مرسومه بين منتصفين، انا عندي الاف منتصف الاي سي، بس عندي دي ب90 ودي ب90، يعني الزاويه دي ب90، زاويه اي ب90 وزاويه دي ب90، الزاويتين دول قد بعض وعاملين مع بعض حرف ايه؟ اف، يبقى ساوي بعض بالتناظر. يعني لو لقيت زاويتين قد بعض وعاملين مع بعض حرف اف، لو زاويه اي بتساوي زاويه دي وعاملين مع بعض حرف ايه؟ اف، يعني فضع تناظر. فضع ايه؟ تناظر. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الاي اف بتوازي الاي دي، ده بيوازي ده او ده بيوازي ده. بلاش كده بيوازي عشان اقول لك على حاجه تاني. يبقى ده اهو بيوازي ايه؟ ده. بص يا حبيب قلبي، شايف المثلث الاحمر ده؟ الاحمر ده شايفه؟ اللي هو اسمه ايه؟ اي دي سي. في المثلث الاحمر اللي هو اسمه اي دي سي، صليت على النبي. انا عندي هنا الاف منتصف مين؟ الاي سي. هقول له بما ان الاف، او نكتبها من هنا، الاف منتصف ايه؟ الاي سي. الاف اهي منتصف الاي سي، وعندي الاف اي بيوازي الاي دي. الاف اي بيوازي الاي دي. مش احنا اخدنا بابا نظريه بتقول ايه؟ الشعاع اللي خارج من نص الضلع الاول وبيوازي الضلع الثاني هيعمل ايه في الثالث؟ هينصف الضلع الثالث. يعني اذا الاي تنصف الدي سي. وهنا بقى نوصل لمرحله ثانيه. الاف بتنصف والاي بتنصف، يعني دي الاي اف قطعه مستقيمه مرسومه بين ايه؟ منتصفين. القطعه المرسومه بين منتصفين دي بتعمل حاجتين، بتوازي الضلع الثالث وطولها نص الثالث. يعني احنا كده عرفنا بقى ايه؟ ان الحته دي اي اف نص الضلع ايه؟ اي دي. يعني انا لو عرفت اجيب الاي دي يبقى ده ايه؟ نصه. كده وصلنا، قربنا للهدف بتاعنا. يلا بينا بقى نجيب طول مين؟ الاي دي. هنغير لون الخط اهو. يبقى بص بقى، ايجاد طول الضلع اي دي اللي هو ده. الضلع ده موجود في المثلث الايه؟ الاخضر. اي دي ده بقى في المثلث الاخضر اللي هو قائم الزاويه عباره عن ضلع حقير ولا وتر؟ ده ضلع حقير. هروح اخبط كده على عمك فيثاغورس. يا عم فيثاغورس، يا عم فيثاغورس، نعم اصحى لي، تعالى لي، انا عايز اجيب الاي دي. هيطلع لك كده بقى بشعره منكوش ويقول لك عايز ايه يا ابني انت؟ هتقول له انا عايز الاي دي. هيسالك سؤال، هو الضلع الاي دي ضلع ولا وتر؟ لو طالع من الزاويه القايمه يبقى اسمه ايه؟ ضلع. هيقول لك ايه؟ ربحهم واطرحهم والناتج هات جذره. شكرا يا عم فيثاغورس. يلا بينا نجيب مين؟ ايجاد طول اي دي من نظريه ايه؟ فيثاغورس او فيثاغورس، بالسين او بالثاء الاثنين صح. يلا بينا بقى الاي دي. يبقى الاي دي تربيع، هقول له ايه؟ ربع ده وربع ده، يعني 13 تربيع ناقص 5 تربيع، 169 ناقص 25 144. طب لو عاوز اجيب الاي دي بس من غير، هجيب جذر ال 144. جذر 144 كام؟ 12 سم. يبقى الضلع ده كله جبناه بكام؟ ب 12. طب لو عايز اجيب بقى الحته اي اف، قلت له تعالى لي، الاف بتنصف الاي سي.
نكتبها هنا اهو، بما ان الاف منتصف الاي سي. ده مش كده وبس، وعندك الاي منتصف الدي سي، والاي منتصف الدي سي. واخدنا زمان القطعه المتوسطه المرسومه بين منتصفين طولها بيساوي نص الايه التالت، يعني الاي اف هيساوي نص طول الضلع التالت اللي هو مين؟ الاي دي. يبقى الاي اف هيساوي نص، يجيب نص في الاي دي. طب ما انا لسه جايب الاي دي حالا بالا اهو بكام؟ ب 12. يبقى نص في 12 بكام؟ ب 6 سم. يبقى خد بالك بقى المساله دي حلو، ده المساله دي فيها عكس التوازي بتاع سنه اولى اعدادي، فيها درس التوازي ودرس فيثاغورس، يعني مراجعه على كام درس؟ 3. يلا بينا تعال نقولها مره تاني كده بسرعه. انا دلوقتي عايز اجيب الاي اف. امتى تبقى الاي اف بتساوي نص الضلع الثالث؟ لو كانت مرسومه بين منتصفين. طب خد بالك انا عندي الاي بتساوي الدي وعاملين مع بعض حرف اف في وضع تناظر، اذا ده بيوازي ايه؟ ده. احفظ معايا، الشعاع ده خارج من نص الضلع الاول وبيوازي الضلع الثاني، يبقى هيعمل ايه في الثالث؟ هينصفه. اذا ده منتصف وده منتصف، يبقى القطعه المستقيمه المرسومه بين منتصفين طولها بيساوي مين؟ نص الثالث. بس انا ما عنديش الضلع اي دي، فهركب توك توك وراح اجيبه نظريه ايه؟ فيثاغورس. طب في المثلث الاخضر ده الاي دي ضلع ولا وتر؟ ضلع، يبقى اقول له ربعهم واطرحهم والناتج هات جذره. طلعت بكام؟ 144. وجذر ال 144 كام؟ ب 12. يبقى ده ب 12. لما ده ب 12 يبقى الاي اف بكام؟ نص ال 12 ايه؟ 6. وتوته توته خلص الحدوته. يلا بينا نخش المساله اللي بعد كده. ثانيا احسب الوسط الحسابي للتوزيع التكراري، وده درس بقى مهم جدا جدا في الاحصاء، يقول لك اوجد الوسط الحسابي. المجموعات 0 شرطه، 6 شرطه، 12 شرطه، 18 شرطه، 24. مستر يعني ايه 0 شرطه؟ 0 شرطه دي حبيبي يعني مجموعه الاعداد من اول الصفر لغايه الرقم اللي بعديه اللي هو كام؟ 6. يعني 0 1 2 3 4 5 عباره عن 6 اعداد. طب 6 شرطه عباره عن 6 اعداد برضه، 6 7 8 9 10 11، 6 اعداد. طيب هنا لما يقول لي يا اولاد بصوا بقى الحل، لما يقول لي هات الوسط الحسابي، مين فاكر قانون الوسط الحسابي اللي هو اكس شرطه هيساوي مجموع اف في اكس على مجموع ايه؟ اف. يبقى لما يديني جدول تكراري ويقول لي هات الوسط الحسابي اقول له ايه؟ مجموع اف في اكس على مجموع اكس. هعمل خانه كده، خانه كده اهي لاكس. فين اكس دي يا مستر؟ اللي هي مش اكس. هعمل خانه للمجموعات، خانه الايه؟ المجموعات اللي هي كام المجموعات؟ 0 شرطه، 6 شرطه، 12 شرطه، 18 شرطه، 24 شرطه. يبقى عامل خانه للايه؟ مجموعات 0 شرطه، 12 6 شرطه، 12 شرطه، 18 شرطه، 24 شرطه. بعد كده هعمل خانه لايه؟ للتكرار. التكرار اللي هو ايه؟ اف. اف اللي هو من تحت، يبقى ده المجموعات اللي فوق وده الاف اللي هو ايه؟ تكرار. تكرار اللي هو كام؟ 6 8 12 10 4. وبعد كده هعمل ايه؟ خانه لمركز المجموعه. مركز الايه؟ المجموعه اللي هو اسمه اكس ام. يبقى مجموع اف في اكس ايه؟ ام على مجموع اف. يلا بينا. عايز اجيب مركز المجموعه 0. ازاي اجيب مركز المجموعه 0؟ هقول له 0 زائد اللي بعديها على 2. يعني 0 زائد كام؟ 6 على 2.
فيها الايه؟ التلاتة. طب لو عايز اجيب مركز الستة هقول له سهلة، 6 زائد اللي بعديها اللي هي كام؟ 12 على الاتنين. طب لو عايز اجيب مركز ال 12 مجموعة 12 دي، مش دي قلنا مجموعة اعداد من 12 لغاية اللي بعديه، عايز اجيب المركز بتاع ال 12 هقول له ايه يا اولاد؟ 12 زائد اللي بعديه اللي هو كام؟ 18 على الاتنين. 20 30 على الاتنين فيها الايه؟ ال 15. طب عايز اجيب مركز ال 18 هقول له 18 زائد اللي بعديه اللي هو كام؟ 24 على الاتنين. هتساوي كام؟ 30 42 على الاتنين فيها الواحد وايه؟ و20. طب عايز اجيب مركز ال 24 هقول له سهله، 24 زائد اللي بعديها على 2. طب فين اللي بعديها يا مستر؟ مفيش بعديها حاجه، مفيش بعديها. طب اعمل ايه يا رب؟ اعيط؟ لا ما تعيطش، عيب. هو كل مره بيزود كام؟ 0 6 12 18، كل مره بيزود كام؟ 6. عشان تجيب اللي بعد ال 24 زود كمان 6، يبقى هتزود كمان ايه؟ 6. 24 زائد 6 اديني كام؟ 30. يبقى الرقم اللي بعديها كام؟ 30 على الاتنين، يعني 54 على الاتنين فيها 7 وايه؟ و20. خدت بال سعادتك؟ يبقى هعمل خانه للمجموعات وخانه لاف اللي هو التكرار اللي فوق او مجموعات اف التكرار، وخانه لمركز المجموعه اللي هو المجموعه دي مركزها مركزها. طيب هنا لاحظ حاجه، كل واحده بتزيد كام في مجموعات؟ 0 6 12 18، كل خانه بتزيد كام؟ 6. هتلاقي برضو ان المركز بيزيد 6، 3 زود عليها 6، كل مره بيزيد ايه؟ 6. بس اوعى تجيب واحده وتزود ستات، افرض جبت الاولى غلط يبقى كل اللي جاي غلط. بس عشان تتاكد، لو مجموعات كل مجموعه بتزيد 6 فاعرف ان المركز برضو هتجيب ايه؟ 6. يلا بينا نرجع للون الاخضر. يبقى انا كده عملت خانه المجموعات، خانه الاف، خانه المركز المجموعه. اخر خانه بقى هعمل خانه الاف في اكس ام. يلا بينا هضرب اكس اف في اكس ام، يعني 6 في كام؟ 3 ب 18. بعد كده هضرب اف في اكس ام 8 في 9 ب 72. بعد كده هضرب اف في اكس ام 12 في 15 ب 180. خلاص 12 في 15 بكام؟ 180. بعد كده هضرب اف في اكس ام يعني 10 في 21 بكام؟ ب 210. بعد كده هضرب اف في اكس ام 4 في 27 تطلع ب 100 وكام؟ و8. أربعة في 27 108. 4 في 7 8 معانا الاتنين، 4 في 2 8 و2 10 108. يبقى 4 في 120 27 بكام؟ 108. بس هنا القانون بيقول لك ايه؟ هات مجموع اف في اكس ام. يبقى انا هجمع كل دول، هجمع ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده. يلا بينا نجمع. او 18 زائد 72 زائد 180 زائد 210 زائد 108 تطلع بكام؟ 588. يبقى خد بالك الوسط الحسابي اهو هيساوي مجموع اف في اكس ام على مجموع اف. طب مجموع اف في اكس ام، مجموع ده كله جبناه بكام؟ 588 على مجموع اف. فين اف؟ اف اللي هو التكرار ده يا اولاد، هو اجمع 6 زائد 8 زائد 12 زائد 10 زائد 4 26 30 40 هيطلع بكام؟
مجموع اف بكام يا ولاد؟ ب 40. 6 و8 14 16 26 36 40. يبقى هقسم بقى مجموع اف في ام، اف في اكس ام على مجموع اف. يبقى 588 على 40 يطلع بكام؟ 14 و7 من ايه؟ من 10. ده كده الوسط الايه؟ الحسابي. وبكده رجاله نكون وصلنا للسؤال الخامس. السؤال الخامس بقى بيقول لي اولا في الشكل المقابل اثبت ان المثلث ABC متساوي الساقين. في المثلث اهو ABC، اثبت ان ده متساوي الساقين. سؤال، هو امتى يكون المثلث متساوي الساقين؟ لو كان في زاويتين قد بعض. يبقى احنا عندنا نظريه المثلث المتساوي الساقين، زاويتا القاعده في المثلث المتساوي الساقين متطابقتين. طب العكس، امتى اثبت ان المثلث متساوي الساقين؟ لو كان في زاويتين قد بعض. فانا عشان اقدر اقول ان المثلث ده متساوي الساقين لازم يكون عندي الزوايا كلها. لو لقيت في زاويتين قد بعض يبقى ده متساوي لايه؟ الساقين. طب يا ربي اجيبها ازاي؟ اجيبها ازاي؟ من المعلومات يا بابا، كل حاجه من المعلومات اللي في السؤال. بص يا سيدي، هنقسم طبعا الصفحه 2 عشان يبقى عندي صفحتين. هنبدا بالصفحه الاولى. ايه المعلومات اللي عندك؟ انا عندي الاي دي بيوازي البي سي. اول ما تلاقي توازي اكتبه ودور على زاويتين عاملين مع بعض زد او اف او يو. لقيت ايه؟ ان زاويه دي وزاويه سي عاملين مع بعض حرف ايه؟ يو، متداخلتان. شايف الزاويه دي والزاويه سي عاملين مع بعض حرف ايه؟ يو. اي زاويتين عاملين مع بعض حرف يو مجموعهم 180، يعني تقول مجموعهم 180. طب لو انا عندي واحده وعايز اجيب الثانيه اللي هي زاويه سي، هقول له 180 ناقص 150 تطلع بكام؟ ب 30. يبقى زاويه سي بكام؟ ب 30. يلا نجيب زاويه بي. انا عندي مثلث فيه زاويتين وعايز اجيب الثالثه، يبقى قياس زاويه بي هي زوايا المثلث الثلاثه بكام؟ 180. لو عندي زاويتين وعايز اجيب الثالثه هجمع الزاويتين واطرحهم من 180، يعني 75 زائد 30. 75 و30 105 اطرحهم من 180 يديني كام؟ 75. وهنا نكتشف اكتشاف عظيم. ايه هو؟ دي ب 75. هنا في زاويتين قد بعض، زاويه A طلعت بتساوي زاويه B. هقول له بما ان قياس زاويه A بتساوي قياس زاويه A بتساوي زاويه B بتساوي كام؟ 75 درجه. ايه ده يا مستر؟ لقينا زاويتين قد بعض في المثلث، مثلث فيه زاويتين قد بعض، يبقى اذا المثلث ده نوعه ايه؟ متساوي الساقين. يبقى اذا المثلث ABC ماله؟ متساوي الساقين. تمام؟ يلا بينا نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ثانيا إذا كان x بتساوي سالب 2 و1، فترة سالب 2 و1، والواي بالفترة من 1 ل 4، اوجد مستعينا بخط الأعداد كل مما يأتي. x اتحاد y وx ناقص y، وأنا هزود واحدة من عندي خليها إيه؟ x تقاطع y. بص يا بطل الأبطال، أول حاجة تعالى نعمل خط الأعداد بسم الله. دي خط الأعداد. طبعا أنت هتشتغل بالقلم الرصاص والمسطرة، كل سنتي تعمل نقطة عشان خطك يبقى حلو وحلك منظم. أدي 0 1 2 3 4 5 6 إلى ما لا إيه نهاية. طب شمال سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 إلى سالب ما لا إيه نهاية. يلا بينا نعمل فترة إكس من فوق من سالب 2 لإيه؟ لواحد. أدي سالب 2 أهي، مفتوحة دي ولا مقفولة؟ بدل بصة للأعداد تبقى إيه؟ مقفولة.
مقفولة. طب والواحد اهي مفتوحة ولا مقفولة؟ مفتوحة. سيبها مفتوحة، وصلهم كده ببعض وشخبط يا بالعقل الايه الصغير. كده احنا مثلنا الفترة اكس منين؟ من فوق. يلا نعمل فترة واي بقى من تحت. الواي بكام؟ قال لي بواحد. الواحد ده مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. تمام مقفول، قفلناه اهو. والاربعة مقفولة، وصلهم ببعض كده وشخبط شبه العيال الايه الصغير. كده انا مثلت الفترة اكس والفترة واي على خط الاعداد. رقم واحد، ولو سمحت بعد اذنك هات الاجابة بنفس الترتيب اللي هو عايزها. اول حاجة اكس اتحاد واي، اللي بتبص فوق دي اسمها ايه؟ اتحاد. يعني هاخد اول عدد متظلل على الشمال واخر عدد متظلل على اليمين. يبقى اللي بتبص لفوق اسمها ايه؟ اتحاد. هاخد اول عدد متظلل على الشمال واخر عدد متظلل على اليمين. فين اول عدد متظلل على الشمال؟ اهو -2. مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. واخر عدد متظلل على اليمين 4. مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. طيب تاني حاجه، قال لي هات واي فرق اكس. واي فرق اكس يعني ايه يا مستر واي فرق اكس؟ يعني الحته اللي متظلله عند الواي مش متظلله عند الاكس. فين الواي؟ اهي اللي تحت، احنا عملنا الاكس فوق والواي تحت. فين الحته اللي متظلله عند الواي مش متظلله عند الاكس؟ اللي هي دي، واي فرق اكس، اللي هي من اول كام؟ من اول 1 لغايه ال4. طبعا ال4 ده بعيد عن المشاكل فمقفول. هنا بقى المشكله بقى، الرقم المشترك ده بيعمل لي مشكله في مساله الفرق والمكمله. انا عايز اللي متظلل تحت ومش متظلل فوق. طب ما الواحد ده قال لي انا فوق وتحت، قلت له انت خنقتني. فين الرقم المشترك اللي عامل لي مشكله؟ الواحد. اعكسه في مساله الفرق، اعكسه. يعني ايه اعكسه؟ يعني لو كان مقفول الحمد لله، لو كان مقفول اعمله مفتوح، ولو كان مفتوح اعمله مقفول. هو هنا مفتوح اعمله انا ايه؟ قصدي هنا مقفول اعمله انا ايه؟ مفتوح. يبقى في مساله الفرق ومكمله الرقم اللي عامل لي مشكله اعكسه، لو كان مقفول اعمله مفتوح، لو كان مفتوح اعمله مقفول. تالت حاجه واخيرا، بيقول لي اكس تقاطع واي. يبقى العلامه اللي باصه تحت دي اسمها علامه الايه؟ التقاطع. ايه يا مستر التقاطع ده؟ التقاطع ده يعني الحته التخينه المشتركه في التظليل. فين الحته المشتركه في التظليل؟ الحته دي. وهنا يا ولاد في اشكاليه. الحته دي مشتركه في التظليل، بس الواحد ده موجود فوق؟ لا مش موجود فوق، بس موجود تحت. هل الواحد ده موجود فوق وتحت؟ لا. يبقى مفيش مشترك، يبقى مجموعه الحل ايه؟ فوق. يبقى التقاطع يعني الحته التخينه المشتركه في التظليل فوق وتحت. هل هنا في حته مشتركه فوق وتحت؟ لا. الواحد ده موجود تحت بس مش موجود فوق، يعني مش مشترك. يبقى مجموعه الحل ايه؟ فوق. وبكده يا رجاله نكون تم بحمد الله الامتحان الأول. وبكده يا شباب نكون خلصنا الجزء الأول من مراجعتنا. حلينا امتحان شامل كل الأفكار، وإن شاء الله أنا معاك وفي ظهرك، مش هسيبك من هنا لغاية الامتحان. هننزل أكتر من جزء وأكتر من مراجعة بحيث إن احنا نلم كل أفكار المنهج. وأي درس واقف معاك، أي سؤال واقف معاك، أي فكرة أنت واقفة معاك، ابعتها لنا في التعليقات، وإن شاء الله هنعمل مراجعة ونلم فيها كل الحاجات اللي واقفة معاك. كنتم معكم مستر صالح أبو العباس. ما تنساش تفعل زرار الجرس واشترك في القناة واعمل شير لكل أصحابك. السلام عليكم.